الشباب دا يطيحون بيه بدون ما يحسون. الفيب، نعم هذا الجهاز الصغير اللي شكله بريء وكيوت دا يخرب صحتنا ويدمر حياة ناس كلش هواي. عدل قعدتك وحضر لك شي تشربه، لانه اليوم راح احكي لك قصص صارت ويا ناس بسبب الفيب، يمكن راح تغير نظرتك قبل لا يصير الوقت متأخر. انا متأكد ما راح تصدق انه هاي الشغلات فعلا صارت ويا الناس بسبب الفيب. تخيل رئة بنت انفجرت بسبب الفيب. بنت عمرها 17 سنة تعيش ببريطانيا، وكانت كل يوم تفيب من الصبح لليل ومخلية الفيب كجزء من حياتها اليومية. فبيوم من الايام دا تمشي بالشارع وبدأت تحس بألم قوي بصدرها، ألم مو طبيعي. بدأت تحس وكأنه شيء راح ينفجر جواها. فيا دوب لحقت تتصل على الإسعاف، اجوا الإسعاف ونقلوها للمستشفى، ولما دخلوها للطوارئ الأطباء اكتشفوا انه فعلا رئتها انفجرت بسبب الضغط والالتهاب اللي ناتج من الفيب، والدكاترة شخصوها كحالة نادرة وخطيرة. والبنت نزلت فيديو وكانت تحكي بيه وتقول ما توقعت انه جهاز صغير مثل هذا يدمر حياتي هيك، بس اللي صار لي كان عبارة عن كابوس. شاب تدمرت رئاته بسبب الفيب. شاب امريكي عمره 16 سنة، رياضي ويركض ويلعب كرة سلة وكل شيء بحياته تمام، ولكن لما شاف اصدقائه يفيبون تأثر بيهم وانطوه الفيب وخلوه يجربها. ولما جربها وشاف المتعة والطعم والنكهات صار يستخدمها يوميا وتعود عليها، ولكن ما طولت وياه. بعد فترة قصيرة بدأ يحس انه عنده صعوبة بالتنفس بشكل مو طبيعي. فقرروا اهله انه يودونه للمستشفى. لما ودوه الاطباء قالوا انه رئتي الاثنين تدمرت بالكامل وما راح يقدر يعيش بدون عملية زرع رئة. وفعلا زرعوا له رئة وقدر يرجع يتنفس، ولكن صار انسان مختلف، ما يقدر يتنفس طبيعي وحتى نفسيته تحطمت. الشاب نزل فيديو وقال الفيب اخذ شبابي فلا تخليه ياخذ حياتي. بنت خسرت فمها بسبب الفيب. بنت ثانية من انجلترا كانت تفيب باستمرار بدون انقطاع، غداها فيب، عشاها فيب، حياتها كانت عبارة عن فيب. وبعد شهر واحد من استخدامها للفيب بدأت تحس انه اكو حرقان بفمها بشكل مو طبيعي، وقالت يمكن حساسية وما اهتمت. ولكن الألم استمر، وبعد فترة بدأت تطلع تقرحات دامية بكل الفم ونزيف من اللثة، والدكاترة شخصوها على انه حالة نادرة اسمها نيكوتين ستوماتيتس، وهو عبارة عن التهاب مزمن اجى من النيكوتين المركز بالفيب. والبنت اليوم ما تقدر تاكل طبيعي وما تقدر تحكي طبيعي مثلنا، وتحذر البنات وتقول لهم جربت اعيش الجو وانتهى بي المطاف بالمستشفى. انا دا احكي مو حتى اخوفك، احنا جيل لازم يصير جيل واعي، مو ينضحك عليه بالاعلانات. خلي صوتك مؤثر وخليك حر، مو عبد لبخار ونكهة مزيفة. باختصار فكر بعائلتك، بأهلك، بأحلامك. هل هذا كله يسوى انك تخسره بسبب جهاز صغير بلا فايدة؟ واذا بعدك ما بادي فنصيحتي إلك لا تجرب، لانه اول نفس ممكن يكون اول خطوة للطريق الخطأ. شارك هاي الرسالة وقول للناس الفيب ما يسوى، صحتي اهم.